البدايات كانت بدايات جيدة، ونتائج الدراسة الابتدائية هي بداية لنسب النجاح التي لها الأهمية الأكبر، هي الدراسة المتوسطة وتليها الدراسة الإعدادية. بصراحة كانت النسب جيدة ومحترمة وواقعية، وتنم على أداء جيد لإدارات المدارس وللكوادر التربوية والتعليمية في مدارسنا. الأعداد التي حصلت على درجات معيارية أعداد كبيرة جدا، تجاوزت 5000 طالب الذين حصلوا على درجة 90 صعودا، ناهيك عن المعلن أن الطلبة الذين حصلوا على درجة 100% هم 81 طالب، والمدارس التي حصلت على نسب نجاح كاملة 100% هي أكثر من 50 مدرسة. طبعا بالتأكيد كان هناك اهتمام كبير من المديرية العامة للتربية، اهتمام كبير في كل الجوانب. وضعت خطة دراسية منذ بداية العام الدراسي، منذ اللحظة الأولى لبداية العام الدراسي 23-24 عزمنا على إكمال المناهج، عزمنا على أن تكون هناك أو تبقى النجف متميزة في نسب النجاح، وتبقى أيضا متميزة وفي المراتب الأولى، وتستحق أن تكون في المراتب الأولى. وبذلك كان هناك شكر وتقدير من المديرية لكل الكوادر التربوية التي أدت هذا الإنجاز وحصلت على هذه النسب الكبيرة، بالتزامن مع الشكر لعوائدنا الكريمة التي كانت متواصلة مع إدارات المدارس ومساندة لإدارات المدارس في وضع أبنائنا أن يكونون بهذا المستوى الجيد. وبالتأكيد الكل يعلم أن موضوع الدراسة الإعدادية وهذا الحد الفاصل السادس الابتدائي هو حد فاصل بين مرحلة أن يتحول الطالب إلى الدراسة الثانوية، فلا بد أن يكون الطالب مهيأ ومسلح وكامل بكل شيء يسمح له مواصلة دراسته الثانوية التي هي تحديد مستقبله وصولا إلى السادس الإعدادي.